السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معانا فيديو جديد وردة فعل جديدة. النهارده معانا ردة فعل يا جماعة على مدينة الرباط. مدينة الرباط يا جماعة ديت ناس كتير قوي في الكومنتات طلبوها مننا وقالوا لنا يا جماعة اتفرجوا على بقية مدن المغرب، وخاصة في ناس كتير قالوا الرباط هي عاصمة السياحة في المغرب، وقال لك الرباط هي من أجمل المدن اللي في المغرب، وقال لي اتفرجوا عليها مش هتندموا. فقلت هاخد معاكم يا جماعه الفيديو ده ونشوف مع بعض جمال مدينه الرباط، ونشوف يا جماعه الرباط بتقول ايه وجمال مدن المغرب. وكل مدينه زي ما عرفنا مع بعض كل مدينه بتمتاز بحاجه، فهنشوف المدينه دي بتمتاز في ايه يا بابا. احسن مدينه فيهم حداد دلوقتي شايفها الدار البيضاء، ويعني اقل منها سنه. هنشوف مين اللي قال. لا هنشوف لسه. طنجة دي تحفة. هنشوف مع بعض يا بابا، والدار البيضاء الرباط مع بعض ونشوف جمال الرباط. ففي البدايه كده يا جماعه لو ما عملتش لايك انزل اعمل اللايك، واهم حاجه يا جماعه الاشتراكات. شكرا يا جماعه، في ناس كتير قوي بتحبنا واشترك في القناه يا جماعه، والله ما عارف اقول لكم ايه، وكومنتاتكم زي العسل زيكم. انزل اشترك يا جماعه ونشوف مع بعض جمال مدينه الرباط، ونشوف يا جماعه. يلا بينا. بص بقى، بص انا مش عارف اقول لك ايه، وانا مش عارف اقول ايه. شايف المنظر اهو. على فكرة ديت فيها صموات حسان. ايوه ما سامعين اهو بنتكلم. لا شفت البيوت كلها شكل واحد والشوارع عامله ازاي. مدينه بيضاء. بص بقى اللي ممتاز هنا عن الثانيه يا بابا، يعني قول لي كده. البيوت بيضاء ماشي، بس سقف البيت رصاصي. فكل مدينه يا بابا بتمتاز بلون معين. مثلا انا عايز اعرف ايه اللي قدامي دي جامع. ده تقريبا يا بابا ده بيقول لك حاجه نظام ايه، دي السموعه. دي قلعه تقريبا. دي السموعه. دي قلعه يا بابا على البحر تقريبا، يعني على ما اظن. دي سموعه ابن حسان يا بابا، دي قلعه. بص اهو مع بابا بيحكي لك قصه الرباط، ما هو عمال يحكي قصه الرباط. انت معايا يابا؟ بس انا شايف المدينه يابا جميله والله. شايف البيوت بتاعت المدينه. شوف سطح البيوت كلها واحد. شفت البيوت كلها شكل واحد. يعني هو كل مدينه لها قصه تاريخيه. انت معايا يابا؟ يعني كل مدينه. اللي هناك دي مسله. دي مش عارف، بس بيقول لك دي العاصمه السياسيه. والله دي برج. قال لك بيحكي لك، بيقول لك دي العاصمه السياسيه للمغرب. الله. ايه الجمال ده بقى؟ ايه الجمال ده؟ دي جامع اهي. دي سموعه حسان. بيقول لك بنيت بالحجر الرملي. الحجر الرملي دي ايه؟ ده الصخر ده ولا ده حجر بيعملوه من الرمله؟ محمد الخامس والحسن الثاني. يا جميله يا بابا. دي قلعه. دي قلعه على البحر يا بابا. لا دي بيوت مبنيه بتاعت القدماء. دي قلعه على البحر يا بابا. دي قلعه. البيوت اهيت والناس اهيت، السياحه هي. ايوه بس ده فوق الجبال. تبقى الوطنيه. لا سيبك انت بالكلام اللي بيقوله ده بقى، وسيبك انت بالكلام. انا عاوز اخد لا انا عايز اتفرج على جمالها. انا مش عايز اتكلم، انا بس عايز افهمني بس. انا عايز اشوف جمالها. اخد رايك في شكل المدينه. تحفه شكل المدينه والله بجد يعني. والله العظيم يا مصطفى اقسم بالله اللي واحد بفتخر افتخار من قلبي. انا مش عارف. تحفه حاجه انا مش عارف اتكلم. اقول لك على حاجه بقى بامانه. طب سيبني بقى اتكلم بقى. اقول لك بقى على حاجه. في حاجه في المدينه ديت تمام ما هيش موجوده في اي مدينه تانية في المغرب. يا لهوي على الجمال. اسمعني طيب. في حاجه في المدينه ديت مش موجوده في اي مدينه تانية في المغرب. ايه هي؟ هقول لك ايه هي. المدينه ديت يا بابا تحس اللي فيها سكان المغرب اللي هم زينا. ازاي؟ ما تلاقيش فيها بيوت فاخره، العماير الكبيره، لا كلها بيوت اهليه،
كلها تاريخ. انا حاسس ان فيها الاثار هنا. بالظبط، شفت بقول لك ايه؟ الاثار فيها والتواضع تاريخ. المدينه دي يا جماعه الرباط فيها تاريخ ومدفون فيها تاريخ البلد نفسه، لانها بلد سياسيه، الرباط سياسيه اساسا. يعني انا شايف يا بابا اصلا البيوت اللي موجوده بيوت يا بابا، يعني بيوت اهالي نفسها. الصوت، بص يا مصطفى، شفت البيوت عامله ازاي؟ متحوط عليها بسور. بالظبط، وفي نفس الوقت كأنها عيله ومصوره على وفي نفس الوقت هي مش مدينه متاخره، لا ده بالعكس مدينه متقدمه جدا، بس لسه محافظه على طباع اللي هو ايه يا بابا، العرب، طباع الاهل المغاربه. البحر راسمها نصين ازاي؟ طباع المغاربه، فاهمني؟ انت ما انتش فاهمني ليه؟ معاك يعني والله ما انت والله ما بس انت جمال المدينه واخد عينيا، واخد فرحه قلبي. يعني الواحد مش عارف يعبر عن ده النصف اللي انا شايفه ده يا بابا، تمام؟ النصف ده نصف متقدم، يعني بتلاقي البيوت كلها يا بابا بيوت واخده طراز اوروبيه. ماشي. البيوت اللي فاتت دي جامع، ده جامع تقريبا. لا مش جامع. ولا ده ايه ده بقى؟ لا دي مش جامع. انا شايف تقريبا ده بابا جامع او قلعه. دي القلعه دي زي سوبر ماركت. دي القلعه دي انا عارفها. لا زي سوبر ماركت. سوبر ماركت ايه يا بابا؟ ده حاجه تاريخيه، ده عمره ما تكون فيها سوبر ماركت. لا اللي احنا شفناه اللي لا يا بابا، محلات. دي قلعه. دي بيوتنا. قلعه. دي زي بيوتنا. شفت بقى انت قلت ايه؟ دي زي بيوتنا. فدي فيها اهالي، تحس اهالي يا بابا الاصليين، فاهم انت؟ يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله، المدينه ديت خدت قلبي والله العظيم، واخده قلبي كده. انا بحب انا يا جماعه. لا انت شوف البحر فين، وقاسم البلد نصين، المدينه نصين اهي. شايف المدينه نصين عامله ازاي؟ وفي كباري بتعدي بين الاثنين. فين الكباري دي؟ وانا لسه شايف واحد عدى هيجي لك تاني، واخد بالك؟ حتى في مراكب، بص في مراكب زي الصنادل اللي عندنا اللي بتعدي من الشط ده للشط ده هناك اهي. قصدك معديه يعني؟ شفت الجمال الصينيه ديت، والمنظر الخضره ديت، والله بتاع ايه التحفه دي؟ ده بتاع محمد الخامس وحسن الثاني يا بابا، اللي كان بيتكلم عليه مبني بالطوب الرملي. ايه التحفه دي؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ ده انا على فكره ما تستغربوش من كلامي، انا راجل فلاح، يعني احنا فلاحين طيبين من محافظه الشرقيه على فكره يعني. فاحنا طيبين، كلامي تلقاء من قلبي، ما بحبش ازوغ الكلام ولا افتخر بحاجه انا مش شايفها ان هي افتخار. لا ده حاجه صراحه تستاهل. فما ما تستغربوش من كلامي، انا طبيعتي كده. بس يا ولد، زي ما قلت لك المدينه دي فيها حاجات مش موجوده في المدن اللي احنا اتفرجنا عليها. بص يا مصطفى، الحاجات اللي بكلمك عليها اسمعني بس يا بابا، اسمعني يا عم، اسمعني. سيبني اخلص كلامي. خلص كلامك براحتك، انا مبهور بالمدينه دي. انت ما بتسمعنيش اصلا. اتفضل يا حبيبي. بص يا بابا، المدينه دي زي ما قلت لك اللي فيها حاجه مش موجوده في اي مدن اتفرجنا عليها. فيها ايه؟ هقول لك فيها ايه. فيها زي نظام اثار او حاجات للبلد، تراث للبلد، تراث المغرب. معايا يا بابا؟ ليه بقى؟ المدينه دي من اقدم المدن اللي في المغرب. فاهل المغرب اللي كانوا عايشين قبل كده سايبين اثار ليهم في المدينه، فتلاقي المدينه واخد الطابع المغربي بزياده. معايا يابا؟ اي مدينه تانية اتفرجت عليها بقى قبل كده كان فيها ايه بقى؟ هي هتلاقي فيها طابع اوروبي، واخده طابع اوروبي، واخده شوارع اوروبا، اسبانيا، برتغال، فرنسا، الولايات المتحده. ففهمني؟ المدينه دي لا، مش واخده الطابع ده كلها، المدينه دي واخده طابع المغرب نفسه. وصلت لك كلامي؟ المدينه دي اللي اعرف عنها ان هي كانت مدينه سياسيه، بيكون فيها السياسه كلها. ايوه، واخد بالك؟ ولذلك تبص تلاقي الاسوار بتاعت المدينه حتى بص السفن، دي مراكب، حتى المراكب، دي مراكب صيد. شفت اللي بقول لك عليه؟ دي بناء. شفت اللي بقول لك عليه؟ ده الناس طيبه زينا زيهم. معايا ولا مش معاك؟ فلما بقول لك المدينه، انا اول ما شفتها يا بابا يعني شفت وجهه نظري، واخدت بالك من وجهه نظري اللي بقول لك عليها. بس دي طرازها حلوه، تفصيلتها حلوه. ايوه، حاجه كده تحس موقعها حلو، حلاوتها ان مقسوم البحر بالنص. حلاوتها اللي هي يا بابا حندقه وتاريخيه، ما هي الزحمه. ولا سيبك برضه من الزحمه،
ماهيش واخده طابع اوروبي، واخده طابع مغربي. عايز تعيش في هدوء تعالى هنا عيش في هدوء. بس عايز تبص على الجمال تعالى لا هنا بص على الجمال. اثار البلد، بص على حاجات القديمه، التحف القديمه، القلعه اللي موجوده في البلد اصلا دي. انت معايا يابا؟ يعني حتى معقول شفت الواحد ما كانش شاف الجمال ده يا مصطفى؟ اقل حاجه بس يابا، شفت المراكب اللي كانت من شويه؟ شفت المراكب شفت اللي الجمال؟ ايوه، شفت انت المراكب اللي كانت من شويه؟ آه. دي معناها ايه؟ معناها دي مراكب تبع اشخاص بيروحوا يصطادوا، فالناس على قدهم، على قد حالهم زينا بس زيهم. شوف اهي دي فوق الجبل، اهي يابا. دي فوق الصخر. شفت البيت اللي فوق الصخر والبحر محاوطها؟ شوف المنظر الجمال والحلاوه دي. فيا جماعه انا من وجهه نظري دي فيها حاجه مش موجوده في اي مدينه تانية احنا انا لحد دلوقتي اتفرجت على 3 مدن، كل مدينه لها طابع خاص مم. وشكل خاص وجمال خاص وحلاوه خاصه. كل مدينه بتمتاز بحاجه مش موجوده عند التانيه. تمام. انا احس ان المدينه ديت اكنها اقدم مدينه، حتى الطوب بتاعها الطوب الرملي الموجود دي طوب رملي، طوب صخري. بيضرب واخد صخر بالك؟ الاسوار تبص تلاقي ايه، السور مبني والمدينه مبنيه جواها. بيبان لك اللي كان فيه هنا اساس، وكان فيه هنا قلعه، وكان فيه هنا ناس عايشه، عشان كده بنوا القلعه دي، وبنوا الاسوار دي، وبنوا الضريح، وبنوا كل اللي انت شايفه ده، وجم السكان الاصليين عاشوا في المنطقه. شوف حته مربع قد ايه مبني عليها كان بيت ومبني عليها بتاع. اهلها طيبين، ناس حلوه. لا 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 لا. انا احمد ربنا، انا احمد ربنا ان انا شفت الحاجات دي. لا مدينه جميله يا بابا، صدقني انا والله شفتها. مدينه جميله وحلاوتها وانت بسطتها. بتزعل مني بتقول لي ايه؟ يعني علقت لي بعد الفيديو اللي انا كنت عامله في ضربه ده، بقول لك ده الواحد لو عاش هنا عمره هيطول. واخد بالك؟ انا مثال الواحد لو راح المغرب فسحه وشاف طنجه وشاف الدار البيضاء وراح مراكش، انا نفسي اشوف مراكش دي. واخد بالك؟ في ايه؟ حلاوه المدينه دي في بساطتها، في البساطه اللي فيها، في اللي هي مش بيوت اوفر. اهاليها. شو لا بص على البيت نفسه بتاع الناس. ايوه تلاقي الحوش اللي زي عندنا حوش. واخد بالك؟ مدينه حلوه. الاخ قاعد جنب اخوه شفت الشوارع وشفت الاضاءه وشفت، وتلاقيها كلها لون ابيض. يعني البيوت دي حلاوتها، ابيض. دي حلاوه اهل المغرب وحلاوه مدن اهل المغرب، كلهم تلاقيهم ما فيش فيهم عشوائيات يا بابا. شوف البحر دخل فين وهو فين. لا يا بابا والله يعني من مدينه، من اروع المدن. شوارع روعه صراحه. شفت العمدان، شفت الخضره الجميله ديت اللي الواحد يجي مثلا يروح جاي فرش على الارض ونايم بظهره كده على النجيله ديت ويشم شويه. لا بجد يا بابا، بجد المدينه من اروع المدن اللي شفناها. وزي ما قلت لك حلاوه المدينه دي في البساطه والهدوء والسكينه اللي في المدينه. انت فاهمني يابا؟ والاثار اللي موجوده يعني دي فيها تاريخ، اظن التاريخ انا عايز اشوف اللي خد بالك بقى، اسمعني بس اسمعني. شايف الشويه اللي هناك دول؟ شويه البيوت هناك دول كلهم بقى هتلاقيهم واخدين طابع اوروبي، مش هتلاقيهم زي اللي احنا لسه شايفينهم ده. فالمدينه دي اصلا الشويه اللي احنا شفناهم دي تقريبا مش المدينه، او جزء صغير من المدينه. ده الجزء الصغير ده هو جمال المدينه، هو جمال المدينه، هو ده الروح بتاعت المدينه. انا ما بحبش العماير والابراج والقصص. لا هي مش حته مش بنحب، انت شايف الدورانات حته مش بنحب يا جماعه. سيبك بقى من دخول، شوف النظافه بتاعت المدينه. انا لا لاغي كيس طاير ولا وسخه مرميه. لا هي من ناحيه النظافه المغاربه يا جماعه من انظف البلاد اللي اتفرجت عليها. يعني ده فيديو من اعلى فيديو العالي ده، او فيديو من الطيران ده، لو في درون ولا حاجه بتصور المدينه، فطبيعي لازم تجيب منطقه او 2 أو 3 فيها مثلا كمامه او فيها حاجات لا هو انا مش شايف حاجه زي كده. انا شايف نظافه، شايف الشوارع نظيفه، الناس نظيفه، البيوت نظيفه، البلد نفسها نظيفه، ما فيهاش زحمه يا مصطفى. بالظبط. وزي ما قلت لك يا بابا، المدينه الحلاوه بتاعتها في المنطقه اللي احنا شفناها يا بابا. ماهيش في اللي هناك. اللي هناك دي مدينه، او اللي هناك او العماير اللي هناك دي يا بابا موجوده كتير في المغرب. انت فاهمني؟ اللي مش موجود كتير في المغرب الحته اللي احنا شفناها، حته الاثار
وحته اهل المغرب الاصليين يا بيوتها بابا. الاصليه. دي تقريبا دي يا بابا، دي حديقه تمام. او حاجه زي مثلا زي بتاعت زهور كده. حديقه هي. انت فاهمني؟ انا عايز اسال بس سؤال، يا ريت يجاوبونا عليه في الكتاب بتاعتنا. تمام، بس يجاوبوني بصراحه يعني. المعيشه في المغرب غاليه؟ يعني مثلا الواحد يقدر يعيش فيها، مش مكلفه في الاكل والشرب هو تقريبا زيهم زينا يا بابا، نفس إيه؟ نفس العمله بتاعتهم، نفس العمله بتاعتنا، يعني مش هتبقى فرق كتير حتى، فاهم انت؟ اصل هم المغرب فيهم طبع زي المصريين هم يا بابا انا بكلمك وعيشتهم زي المصريين، بس انا بعرف انا نفسي ازور البلاد دي ان شاء الله يا بابا، ان شاء الله هيبقى لينا يوم كده مع بعض، قبل ما وان شاء ربنا الله في يفتكر لنا. افريقيا باذن الله يا جماعه. ممكن ليه لا، والله ممكن ليه في لا. ناس كتير بتبعت لي في الكومنتات والله وبترحب يا بيا جماعه وباولادي. مش عارف اقول انا لكم. اشكرهم وعلى راسي من فوق، واقسم بالله ناس على راسي من محترمه فوق. جدا جدا جدا، واخد الناس اللي بالك؟ بتقعد تتكلم في كومنتات، وانا لو اعرف والله اقول اساميكم واحد واحد. وان شاء الله يا جماعه انتظروا فيديو هجمع كل كومنتات الناس اللي دعمتنا والناس اللي قالت كلام حلو، وهطلعهم معانا يا جماعه هنا، وهنقول اساميهم يا جماعه، وهنقول هم منين، واكتبوا لي كده حاجات يا جماعه، انتوا منين وعندك كام سنه وبتدرس فين، حاجات زي كده، بحيث ان انا اطلع اشكرك واقول لك الف 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 شكر يا جماعه. واحد واحد اقول اسمه والله العظيم انا باذن الله. دلوقتي انا حاسس ان ليا ليا عيله، ليا أهل ناس في محترمه المغرب بالظبط. واقسم بالله انت لو قريت الكومنتات اللي انا انا بقراها، بقعد اقرا والله، بقعد اقرا بلاقيه في الكومنتات كده. عايزني اروح له انا وانت واولادي ايوه، ومحمد الصغير. تخيل بيقول لك بيتي مفتوح، وبيقول لك تعالى بيتها انت مفتوح. وعيلتك. فانا بحس يعني ان ده انتوا اهلي، انت عاوز اكتر من بتاع. كده؟ اقسم بالله انت راجل محترم، انت عديت ربنا يبارك الكرم فيك. بتاع المصريين. يعني احنا المصريين مشهورين بالكرم، او بالذات الشرقاويه. احنا اسال اي مصري ايه اكتر بلد او اكتر حته مشهوره بالكرم، يقول لك الشرقاويه. احنا شرقاويه. انت بصراحه عديتنا، يعني ايه حته تعالى يا باشا بيتي مفتوح لك. وانا بيتي وعيالي خدامين لكم وتشرفونا هنا. والله انا اشيلك الناس على حب عينيا من فوق. راجل محترم والناس محترمه جدا بس جدا جدا يا جماعه، الناس اللي بتتكلم كلام كويس في الكومنتات. بس يا جماعه دي كان ردة فعلنا على على قصدي مباراه، انا متعود على المباراه، على مدينه الرباط. وكانت مدينه جميله ومدينه روعه يا جماعه. وبس يا جدعان، لو ما عملتش لايك انزل اعمل لايك، ولو ما اشتركتش انزل اشترك وانضم للعيله بتاعتنا. ويلا يا اخواتي، سلام.